مساءكم سعيد وسعيد مجددا بلقائكم. الحلقة اليوم غادي نناقشوا فيها توقيع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للميثاق التأسيسي لمجلس السلام. كنت خصصت الحلقة اللي دازت لمجلس السلام واعتبرت باللي أن الأمر كيتعلق بواحد الزلزال جيوسياسي كبير سببوا القرار ديال الرئيس الأمريكي. الرئيس الأمريكي قال بوضوح باللي أنه يريد إنهاء الحروب في العالم، وكيفتخر اليوم باللي أنه وقف 8 ديال النزاعات والحروب في العالم، وكيطالب اليوم بجائزة نوبل للسلام. هذا القرار كما قلت عارضوه الأوروبيين بواحد الشكل كبير، وخصوصا الأوروبيين، واعتبروا باللي أن الأمر كيتعلق بضرب الأمم المتحدة، وباللي أن الرئيس الأمريكي كيعلن ولادة نظام دولي جديد، وباللي أنه كيكسر القواعد كما قال الرئيس، كما قال وزير الخارجية الكندي دونالد ترامب، يكسر قواعد اللعبة او النظام الدولي المبني على قواعد. لكن هذا الموقف فيه نقاش. علاش؟ لان كنعرفوا ان اي نظام دولي كيفما كان، سواء اللي دزنا منه ديال الثنائيه القطبيه او بعد سقوط الاتحاد السوفيتي الاحاديه القطبيه بقياده الولايات المتحده الامريكيه، او الاشارات القويه اللي بانت خلال العشر سنوات الاخيره باللي دخلنا نظام متعدد الاقطاب فيه 3 الاقطاب كبيره: الصين، روسيا، والولايات المتحده الامريكيه. اليوم يتاكد ذلك مجموعه من الدول وقعت على الميثاق التاسيسي لمجلس السلام، وانا اعتبرته بانه مجلس سلام عالمي، وما غيكونش فقط مجلس سلام لغزه وللنزاع الفلسطيني الاسرائيلي. والرئيس دونالد ترامب اعطى اشارات باللي انه بعد ما يوصل لواحد الاتفاق نهائي لهذا الخلاف او لهذا الملف، غينتقل الملفات ونزاعات سياسيه اخرى. وهنا علاش الاوروبيين خايفين؟ كيقول لك ان الرئيس الامريكي بغى ينهي الامم المتحده، وللاشاره ان فعلا الرئيس الامريكي انسحب من 66 منظمه دوليه، منها 39 منظمه مرتبطه بالامم المتحده. انه فعلا الرئيس الامريكي انهى، او لا، فعلا ان الرئيس الامريكي اتخذ واحد القرار، وبطبيعه الحال غادي تكون عنده واحد التداعيات سياسيه استراتيجيه كبيره غادي تزعزع النظام الدولي. لكن الاكيد ان مجموعه الدول بطبيعه الحال، وعلى ان وكاين انقسام في الاراء بخصوص العمل للامم المتحده منذ نشاتها الى حدود الان، لان الامم المتحده نجحت في الحفاظ على الامر الواقع او على الوضع القائم، وكاين نزاعات لحدود الان اللي دازت عليها 50 ولا 60 سنه، ومنهم النزاع المفتعل حول مغربيه الصحراء. وحقيقه هنا كانت تساؤلات من قبل: لماذا لاي شيء تصلح الامم المتحده؟ الامم المتحده اللي دائما كتحاول توفق بين مواقف الدول، وكنعرفوا باللي ان في مجلس الامن وقع البلوكاج في مجموعه ديال القضايا. علاش وقع البلوكاج؟ لان 5 دول في العالم اللي عندها حق الفيتو، اللي عندها حق النقد، وهذه الدول بطبيعه الحال فين ما كيكون شي قرار الا وقفته دوله وحده باستعمال حق النقد ينتهي، لن يمر القرار. لذلك هناك من يعتبر باللي ان مجلس السلام فرصه حقيقيه لارساء السلام في العالم، وباللي ان الفكره الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد تكون فكره صائبه. وهو كيقول باللي ان القرار ديالو ديال تاسيس مجلس السلام هو نابع من قرار ديال الامم المتحده، من قرار مجلس الامن 2803 بخصوص غزه. وكيقول باللي ان الهدف ديال هذا المجلس هو انهاء الوضع في غزه، وكيواجه الناس او كيواجه الدول للمواقف ديالها ضد تاسيس مجلس السلام، باللي انها باغيه ان الصراع يستمر، وباغيه المذبحه تستمر، وباغيه الضحايا يستمروا والقتلى يستمروا، وما باغينش ينهيوا النزاع الفلسطيني الاسرائيلي. هو كيقول على انه يريد انهاء هذا النزاع ليمر الى ملفات اخرى، الى نزاعات اخرى. وبالتالي احنا كنعرفوا بان العلاقات الدوليه او الخيط الناظم في العلاقات الدوليه دائما هو المصلحه، وكنعرفوا بلي مواقف الدول كترجم المصلحه ديالها اولا واخيرا. حتى شي دوله ما كتبنى شي موقف وما كتاخذ شي قرار الا كان كيخدم المصالح الحيويه ديالها. وكما قلت على ان المغرب استقبل الفكره بصدر رحب، ووافق عليها جلاله الملك محمد السادس، وتم تنفيذها اليوم من خلال توقيع
الميثاق التأسيسي في الصورة اللي شفتوا في الإعلام الرئيس دونالد ترامب إلى جانب وزير الخارجية السيد نصر بوريطة في مراسم توقيع الميثاق التأسيسي لمجلس السلام. وبذلك غتولي المملكة المغربية عضو مؤسس لهذا المجلس. والمغرب كينطلق كذلك من رؤيته العلاقات الدولية وكينطلق من الأسس ديال السياسة الخارجية. لكن الأهم في هذا الشيء كله، وهذه المسألة اللي افتخرنا بها بواحد الشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، وهي السبب اللي خلتنا نحققوا إنجازات دبلوماسية كبيرة، ألا وهو مبدأ البراغماتية والواقعية اللي ولاو مبدأين أساسيين في السياسة الخارجية للمملكة المغربية وفي الدبلوماسية. ولينا احنا كنآمنوا باليوم باللي أن مصلحة المغرب أولا وأخيرا، المغرب أولا وقبل كل شيء. وهذا الأمر بطبيعة الحال اللي خلى المملكة المغربية أنها توقع على الميثاق التأسيسي. لماذا؟ علاش كنقول البراغماتية؟ دونالد ترامب شخصية براغماتية، رئيس براغماتي كيفكر بالمنطق ديال مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. المملكة كاين تقاطع في هذا الجانب مع المملكة المغربية. علاش؟ لأن حقيقة كاين دابا قوى دولية جديدة، كاين قوى صاعدة. المغرب اليوم يمثل قوة إقليمية وازنة في منطقة شمال وغرب إفريقيا. اليوم كاين تقاطع في التفاهمات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية. هاد التقاطعات في ملفات إقليمية بزاف. كنعرفوا بلي الولايات المتحدة الأمريكية تحت الرئاسة ديال دونالد ترامب في الولاية الأولى هي اللي حركت المياه الراكدة في الملف ديال الصحراء المغربية. وبفضل الولايات المتحدة الأمريكية دخلنا مرحلة جديدة وعرفنا وحققنا اختراقات كبيرة، لأن المغرب اليوم كان كيقولها أو كيتبنى القرارات ديالو بشكل سيادي. رفضنا كل الضغوط التي مورست علينا. فرنسا حاولت أن تضغط علينا، إسبانيا حاولت أن تضغط علينا، ألمانيا حاولت أن تضغط علينا. كانت 3 ديال الأزمات الدبلوماسية مع هذه الدول. ورفضت المملكة المغربية أي تنازلات فيما يتعلق بالمصلحة العليا للمملكة المغربية، لأن المبدأ كما قلت اليوم هو مبدأ براغماتي بامتياز. لذلك حصل هذا التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك توجه المغرب خلال 10 سنوات الأخيرة لإبرام شراكات. ولات عندنا شراكات عديدة مع العديد من الدول. ما بقاتش العلاقة ديالنا غير مع فرنسا وفضينا أو دول أوروبية أخرى وفضينا. اليوم المغرب يتمتع، كنقولها دائما، بشبكة علاقات عابرة للحدود. اليوم شركاء المملكة المغربية ومنهم حتى روسيا اللي وقعت معنا اتفاق الصيد البحري ل8 مرة، وروسيا اللي عندنا معها اتفاقات كبيرة اليوم وتفاهمات كبيرة اليوم. الصين كذلك اللي احنا كنشكلوا احنا نقطة ارتكاز في مشروع طريق الحرير الصيني. اليوم عندنا شراكات واعدة مع الصين الشعبية. وبالتالي كما قلت القرار قرار سيادي، قرار التوقيع على المجلس التأسيسي على الميثاق التأسيسي لمجلس السلام هو قرار سيادي نابع من المصلحة الوطنية العليا. ولذلك في اعتقادي اليوم على النخب في المملكة المغربية أن تدافع على هذا القرار، على قرار الدولة المغربية بالانضمام كعضو مؤسس لمجلس السلام، ولما فيه بطبيعة الحال مصلحة للمنطقة ككل. لأن اليوم حققت المملكة المغربية من خلال القرار اللي كتعرفوا 2797 ديال مجلس الأمن، حققت واحد التوافق بين القوى الدولية الكبيرة. كنهضر على الصين، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، باش أن منطقة شمال وغرب إفريقيا يرجع لها الاستقرار. علاش؟ لأن هذه المنطقة عندها واحد الأهمية كبيرة في العلاقات الدولية، لأن منطقة الساحل والصحراء ولات الفوضى منتشرة، لأن ليبيا منتشرة الفوضى، لأن منطقة البحر الأبيض المتوسط منطقة حيوية للاقتصاد العالمي، ولأن الفضاء الأطلسي ولات عنده واحد الأهمية كبيرة. وبالتالي اليوم كما قلت المملكة المغربية بصدد بناء معادلة إقليمية جديدة. المغرب كيشكل القوة القائمة أو القوة الإقليمية في هذه المعادلة.
والدعم السياسي والدبلوماسي للولايات المتحدة للمملكة المغربية، هذا دعم غير مشروط نهائيا، وهذا الدعم خدم القضية الوطنية بشكل كبير، وهذا الدعم عزز الاستراتيجية المغربية بشكل كبير. ولذلك قلت اليوم ننظر إلى الشراكات وإلى علاقتنا مع الشركاء التقليديين والجدد، ننظر انطلاقا من المصلحة ديالنا. في اعتقادي أن اليوم القرار قرار استراتيجي، الانضمام إلى مجلس السلام قرار حكيم، قرار قوي، قرار سيادي ديال الدولة المغربية، لأنه كيخدم المصالح الاستراتيجية للمملكة المغربية. وتابعته باللي ان العديد من الدول تعاملات مع هذا القرار، تعاملات معه بواحد الحكمه كبيره، لان فعلا انهاء حرب غزه اولويه للمنتظم الدولي، وحتى على هذا المستوى المملكه المغربيه تبقى دائما وستكون دائما اكبر مدافع على الحقوق الفلسطينيه داخل الامم المتحده او داخل مجلس السلام اللي كتعتبر هي اليوم مؤسس فيه. ناهيك بطبيعه الحال على ان المغرب غينزل بالثقل ديالو على المستوى العربي الاسلامي الافريقي من اجل انهاء النزاعات والحروب. لذلك كما قلت اليوم وقع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجيه والتعاون الافريقي على الميثاق التاسيسي لمجلس السلام، وبذلك كيولي المغرب عضو مؤسس لهذه المنظمه الدوليه اللي الهدف ديالها ارساء السلام العالمي وارساء السلام في كل مناطق النزاع. وبطبيعه الحال هذا جزء من استراتيجيه المملكه المغربيه، وكيعكس كما قلت الرؤيه تصور المغرب للعلاقات الدوليه. تحياتي لكم، شكرا لكم على المتابعه، وشكرا لكم على الدعم المستمر للقناه، وما تنسوش تشاركوا في القناه. تحياتي لكم.